عارف العقم؟ الواحد كان بيفكر عقم في البشر بس، لكن للاسف العقم وصل كمان لفرقه الكوره، وللاسف الشديد وصل لفرقه الاهلي. الاهلي يواصل سلسله اهدار النقاط بتعادل سلبي مع المصري. المصري اللي بامانه اول مره اشوفه بالسوق ده من تقريبا 3 سنين كده. ما شفتش المصري بالمنظر ده، لا بيهاجم ولا حتى عارف يدافع، ولا تمركزات لعبته صح، ولا قادر يقفل مساحات. انت اللي كان عايز يكسب النهارده يكسب بالراحه وكتير قوي، وده مش كلام. لما اقول لك كده قبل ما اخش لك في تفاصيل الماتش ولا التشكيل ولا الشوط الاول، جراديشار تريزيجيه حط له انفراد، حطها في جسم الجول. ودايما سبحان الله ان الواحد ما يقدرش يعتب، بس كل حراس المرمى اللي بيلعبوا قصادنا دلوقتي بيبقى يومهم. كل حراس المرمى بلا استثناء تلاقي على طول مان اوف ذا ماتش قدام ماتشات الاهلي بقى حارس المرمى الفريق اللي قصادنا. ضيع جراديشار. جراديشار تاني، ياسين مرعي حاطط له واحده خدها على صدره، واول مره في حياتي اشوف باك ورد يتنام له الاول بعد كده يتلعب. ايه الباك ورد الحريمي ده؟ كره رايحه ضعيفه شالها الجول كالعاده. واحده تالته، ديانج احد نجوم المباراه اللي عايز بقى يختلف معايا يختلف، راح ناحيه اليمين الكره اللي متفق عليها واللي عملها اكتر من مره، وعملها بخصوصا الشوط التاني كتير، بيروح في المساحه الفاضيه بيعرف يستغلها. راح اخترق لعبها له هو والجول، مش هو والجول، لا هو والشبكه. اللي هقول لك ده حصل بجد لو ما كنتش شفت الماتش. لعبها بالعرض، جراديشار جاي، الجون على العارضه القريبه، الكره عدته راحت لجراديشار وهو بعيد عن الخط ب2 يارده بس، والله بدون مبالغه 2 يارده. وهو فين بقى جراديشار؟ في منتصف المرمى بالظبط، واقف في نص الجول بالظبط، وجاي له بالراحه. يعني ديانج حتى مش لعبه قويه، لا لعبه معتدله. تخيل اللي هقوله لك ده لو ما كنتش شفت الماتش، عارف هتقول عليها كداب. جراديشار حطها في العارضه اللي على يمين الحارس، وردت للجول، شالها من على خط الجول من على بعد ياردتين، والكره بالعرض ضاعت. ياسين مرعي الكره نازله له من فوق بالراحه وعلى الهادي وعلى شماله وهو واقف لوحده مفيش حد ضغط عليه، شاطها. معرفش ازاي اصلا، يعني انت اللي عايز تضيعها مش هتعرف تضيعها، مش هتلحق تنحرف الانحراف ده كله جنب العارضه. طاهر محمد طاهر، الكره جات له في ال 18 على بعد 9 ياردات تقريبا او 8 على شماله. اي شوطه اون تارجت جول، يعني اي شوطه بين اللي يقول لك الثلاث خشبات زي ما بيقولوا زمان كده، الكوره جول. قنبله فوق العارضه بشماله، ليه ما تفهمش. زيزو فاول سهل جدا محطوط من قدام ال 18، مطلوب منك حاجه من الاثنين، مسافه قريبه، يا تشوت جامد قوي في زاويه الجول مش هيلحق رد فعله يجيبها لانه هيكون مشغول بالزاويه الثانيه زي ما عمل وسام السنه اللي فاتت في ماتش فاركو. يا اما مش مطلوب منك حاجه واحده بس، علقها من فوق الحيطه مع قرب المسافه كره جول. زيزو لعبها بطيئه على الارض في زاويه الجول. تخيل بكلمك في مباراه الشوط الاول بالراحه كده، يوم ما نقول احنا ضيعنا فرص كمان تبقى طالع بيه 4-0. ولو مش هبالغ ان اقول لك يخلص 6، بس لا خلينا نقول 4، في فرصتين ضاعوا وانت طلعت بلا اهداف. كرة جت عليك ولا كرة عليك. المصري سيء جدا، مخلوف في نص الملعب مش موجود، ميدو جابر، كريم بامبو، صلاح محسن مش موجودين. الفرقة متأثرة تحديدا كمان بسبب ميدو جابر او صلاح محسن ومخلوف في نص الملعب. الفرقة مش هي. ويجي كمان احمد عيد الصغير اللي هو بيعتمدوا عليه قوي يرجع يتصاب. انت كل الامور مهيئه لك انك تكسب. بادئ التشكيل شناوي مفيش مشكله، ما عندوش خاصه الغلطات اللي هنا في الكوره ما جاتلوش. ياسر وياسين برضه بلا اختبار. ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال كوكا. وفهمني ايه حكايه كوكا، والله عايز افهم بس ده لغز كده. ما هو مش معقول كل البشر دي شايفه غلط انك تلعبه باك شمال، ولا باص صح، ولا عرضيه واحده، ولا هو مثلا المدافع المقاتل ولا اي حاجه. ده انت يا راجل ديانج نجم الاهلي اللي احسن واحد في الفرقه واللي عمال يربط بين الخطوط، تسحبه عشان تنزل محمد شكري وتجيب كوكا نص الملعب. ده ايه ده؟ انا عايز اعرف كوكا بيعمل ايه، يعني ايه السر في كوكا؟ حد يفهمني. يعني انتوا شايفين احنا مش شايفينه، او هو بيعمل معاكوا ايه مثلا؟ انا لو ناشئين كنت قلت مثلا بيجيب اكل، بيحجز لكم ابوه مثلا عنده عنده قريه سياحيه بيحجز لكم فيه. مش قادر افهم والله ايه كوكا ناحيه الشمال. ولا كان عندك جبهه شمال اصلا خالص يا راجل، ولا عرضيه واحده، ولا تعاون بينه وبين الجناح الشمال. كل اللي كان بيعمله هو تريزيجيه لوحده بمساعده زيزو لما بينزل له، وده مش هنا. نص الملعب ديانج، مروان ما غلطش، عمل ماتش كويس، ولكن مفيش فعاليه في الناحيه في النص التاني خالص. حتى الشوط معظم الشوطه مروان في نص الجول، مفيش واحده تيجي كده كده، وفي الشوطه ما تتشطش كره تحت رجلك الشمال زي ما عملها عبد القادر اللي ناسي الكوره. بالعقل والمنطق انا ما بلعبش بشمالي، فلما عاوز اشوط بشمالي يبقى جاي مندفع وبحط رجلي جامد، لان دي مش رجلي القويه بتاعتي، والكره تحت رجلي ما ينفعش اشوط بشمالي، هتروح ضعيفه، هتضيع علينا هجمه. ما علينا. كان ديانج ومعاهم زيزو مش مركزه،
وخسرنا زيزو ناحيه اليمين، لان لما ما لعبش ناحيه اليمين ما شفناش محمد هاني خالص، ولا اختراق ولا عرضيه ولا حاجه، لان كان زيزو هو اللي بيساعده في كده. فانت خسرت زيزو كلاعب بيلعب جناح يمين بيقدر يعمل، وفي نفس الوقت خسرت هاني لعدم وجود زيزو جنبه. وحتى زيزو لما كان بيميل، وبستغرب تعليمات الشوط الثاني يروح ناحيه الشمال ليه، انا مش فاهمها. الراجل عدلته طول عمره على اليمين وبيعمل ده. في لخبطه جامد من اداره المباراه، من تروب، لا اخطاء كتير جدا. تلعب قدام بجراديشار، انا ما اقدرش اتكلم في حاجه، احنا ما عندناش غيرك، بس مش كده يا جدعان. الثقه في النفس، مش بقول لاعب وحش، ده ما عندوش ثقه في نفسه خالص. وكنت شايف الشوط الثاني، طالما انت شايف ان مفيش امل منه، ما هو حاجه، ما احنا قدامنا اتنين اوبشن دلوقتي: يحط طاهر ما يجيش في المكان وما يعملش اي حاجه، يا اما العب جراديشار اللي عارف المكان وحافظه، ما عندوش من الثقه ان هو يجيب جول اصلا، ولعب لي جناح تاني طاهر محمد طاهر، اللي هو نفسه هو مش عارف عايز ايه، والله ما عارف عايز ايه، هو مش مركز، هو قلقان، هو خايف. ما اعرفش لاعب بالخبرات دي بقى له كام سنه بيلعب كوره مش قادر يكون متزن نفسيا ويرجع لمستواه، لان كلنا عارفين ان هو اصلا مستواه كويس، مش هنكذب على بعض. طاهر لعيب جامد، لكن على ارض الواقع واحد ناسي الكوره، واحد ما بيعرفش يبازي اصلا، واحد قراراته كلها غلط. ده مرتبط بنفسيه، ومش معقول بقى يعني يا اخي لو الفرق، حتى لو النادي مش مهتم بيك في الحته دي، يا عم هات لك لايف كوتش على حسابك. دي حاجه بقت تجن الصراحه. ماتش ينرفز، انتهى الشوط الاول 0-0. بدانا الشوط الثاني كويسين ماسكين، لكن في مشكله. بس الماتش بتاعنا مفيش هجمات علينا، واحنا بنحاول ومقربين. عندك مشكله في بعض الحالات، ان انت عندك لعيبه مفترض ان هي امكانياتها عاليه. انا مش عايز امكانياتك عاليه على الورق، على ارض الواقع. بمعنى ايه؟ احنا عمالين ننقل قدام عينيهم من هنا لهنا، وزيزو ياخد يحط مفيش حد بيعمل الحاجه المفاجاه. مفيش راس الحربة اللي بياخد، او المهاجم اللي بياخد تحرك غير متوقع، فيجي صانع الالعاب اللي انت حاطط مكانه زيزو اللي هي مش مكانه يعملها له. مش هيعملها لك زيزو. للاسف احنا تقريبا بقينا الفرقه الوحيده في مصر فيهاش صانع العاب. ما عندناش غير قفشه قاعد عمال يمصمص شفايفه كل ما يبص على الفيس، ومش فاضي، عمال يكرر نفسه ببدري وميسي، مش فاضلنا. ادي غير كده ما عندناش صانع العاب، فمش عارفين نعمل دي. مش مشكله، دي مش موجوده. في حاجه تانية اقدر اضرب المان تو مان دي والتكتلات بيه، بواحد يعمل تمويهه غير متوقعه. شفت يا عم بيلينجهام في ماتش ريال مدريد عمل ايه؟ الراجل استلم بتمويهه واحده، بتمويهه بس بجسمه، كسر خلاص، بقى في زياده عدديه، قدر الناس تروح له، يفضل امبابي يحطها له جول، عشان عمل تمويه، عمل حاجه غير متوقعه. مين بيعمل حاجه غير متوقعه؟ مفيش. تخيل مفيش غير ديانج اللي بيعملها، وانه مش مميز فيها بس كان بيحاول يعملها، وهو الوحيد اللي كان بيقدر ينقلنا من نص الملعب ده لنص الملعب ده. رغم ان احنا بنقول ديانج عنده مشاكل في الباص، ودي فعلا عنده مشاكل في بعض القرارات، انه كان كويس، كان قادر يربط ده ويربط ده، بيكمل في الهجمات، بيروح في الجنب اللي فيه هاني ناحيه اليمين، وبيقوم بادوار هاني الهجوميه، عملها اكتر من مره. تحس ان احنا قربنا. طبعا بدا الشوط الثاني، طاهر طلع نزل عبد القادر، وما اعرفش ليه يا سيدي. عبد القادر بيلعب ناحيه الشمال، انت عندك ناحيه الشمال بيلعب تريزيجيه. خلاص، هتنزل عبد القادر ناحيه اليمين، يبقى عبد القادر ما بيلعبش على رجله ولا في المكان اللي بيلعب فيه. زيزو ده مكانه، مخليه يلعب 8، مش هتلاقي منه انتاج، لان مش ده مش مكانه الاساسي، مش هيعمل فيه حاجه زيزو. هتلاقيه حتى في نص الملعب عايز يلف بوسطه، عايز يعمل، مش هيعمل ده، مش سوء مستوى، مش مكانه. ومع ذلك اجتهد ناحيه الشمال تريزيجيه. تريزيجيه كان بادئ متذبذب الشوط الثاني، عمل شوط كويس قوي، بدا يتحرك، بدا يستلم، بدا يخش ال 18، وكان بالامانه ما بيلعبش لنفسه، فبدا يبقى فيه نشاط. حسيت ان خلاص ايه، الجول قرب، لغايه ما الدقيقه كانت 65. ايه اللي عمله انا مش فاهم. راح جاي ساحب تريزيجيه وديانج، الاثنين اللي انا عمال اقول هم اللي بدا، هم الامل من ناحيتهم. تريزيجيه من ناحيه الشمال، وديانج بتحركاته بنشاطه، وان هو صداده لكل كره جايه علينا. عايز يلعب، عايز يلعب شكري باك شمال، فبدل ما يسحب كوكا اللي عقيم هجوميا وينزل شكري، لا، راح ساحب ديانج عشان يلعب كوكا في نص الملعب. ليه؟ عشان كوكا مفيش منه، عشان اللي جابت كوكا جابته وخلاص. يعني كوكا اتولد وخلاص، مفيش حد خلف لعيب الكوره بعد كده. ليه؟ بيعمل ايه كوكا عشان تلعبه في نص الملعب وتمشي ديانج عشان تلعب شكري؟ بص في اداء كوكا في نص الملعب، باص غلط، عامل زحمه، ما بيتحركش، بيروح للعيب بالكوره. يعني حتى الوعي الباص، انا لما اكون انا كوره في رجلي والباك اليمين فاتح لي، العب الباص؟ لا، ده انا باخد الراجل اللي معايا وبروح له مع المهاجم اللي مع الراجل اللي بيدافع عليه، بين 4 في 10 متر. مفيش وعي تكتيكي اصلا. من ساعه ما حصلت التغييرات دي والمصري بدا يمسك كوره، وتحس ان انت صعب تجيب جول. يجي في الدقيقه 78 ينزل محمد عبد الله بدل جراديشار.
يا سيدي ينزل اشرف بن شرقي مكان جراديشار. محمد عبد الله مش عيب قوي لما الاقي عبد القادر مش عارف يستلم وكل كره تتقطع منه وبيدافع وحش، مش عيب ابدا، تعالى عبد القادر انزل تاني. وده كان المفروض يحصل، وده اللي كان هيجيب لك الماتش. اطلع عبد القادر، انزل محمد عبد الله، يبقى يلعب محمد عبد الله ناحيه الشمال، ويلعب راس حرب اشرف بن شرقي، وناحيه الشمال سيب تريزيجيه. تسحبه ليه؟ سحب تريزيجيه، سحب جراديشار، بدأ باع الاداء خلاص. والتغيير الوحيد اللي المفروض كنت عملته من بدري، لان المصري ما بيهاجمش، كنت سحبت مروان او سحبت ديانج بقى ساعتها وتنزل. وانا وافق اقول يعني مروان هو اللي اتسحب مش ديانج، لانه كان قايم دفاعيا بشكل كويس قوي، وانزل قفشه وخليها بقى خلاص هجوميا بقى كده. لكن تيجي في التغيير الوحيد اللي انا شايفه كان الاهم والافيد لحاله المصري، بسبب حاله المصري، هو نزول محمد قفشه بدل اي حد من الاثنين اللي ارتكاز في نص الملعب. مش محتاج اتنين ارتكاز في الوقت ده، انا مفيش هجمات عليا، كنت اسحب مروان وخلاص، وديانج يقوم بالدور ده، ويبقى زيزو منطلق من ناحيه الشمال يشتغل على الجبهه ناحيه اليمين، يشتغل على الجبهه اليمين، قفشه يشتغل ناحيه الشمال، معاه تريزيجيه مع اشرف بن شرقي راس حربه، والناحيه الثانيه محمد عبد الله. لا، تغييرات غريبه وقعت رتم المباراه. بدانا بقى مع الجماهير، بس سخونه الجماهير نحاول تاني. عبد الله ضيع كره سهله لكن هو كان ليه دور فيها، شوط كتير من بره ال 18 لغايه ما جت ضربه الجزاء. وهي من الاول اصلا دفعه لعبد القادر، ما اعرفش ما حسبهاش ليه، ضربه جزاء لزيزو، دخل زيزو. مش قادر اقول خلاص ربنا مش موفق، في حاجه مش مظبوطه. طبعا عرضيات كتير، كورنرات كتير كالعاده ولا اي استفاده، وطلع الماتش 0-0 والاهلي يخسر النقطه عشان يبقى ترتيب الدوري. سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا يا راجل بكلمك في روح اللعيبه، بيلعب ومغلوب من بتروجيت 1-0، والدقيقه جت 90 خدوا ضربه جزاء حطوها بقت 1-1. الحكم حسب 8 دقايق. في الدقيقه السادسه بيطرد كريم نيدفيد من سيراميكا كليوباترا. في الدقيقه الثامنه سيراميكا كليوباترا بيجيب في بتروجيت الجول الثاني. بتروجيت اللي احنا ما كناش عارفين نجيب فيها، ما كناش عارفين نجيب الجول الثاني، هم في وقت ضايع وناقصين واحد قدروا يجيبوا الثاني. تخيل الروح راحت لسيراميكا ومش عارفه تجيلنا احنا، وراحت مننا احنا اللي هي بتاعتنا اصلا، راحت مننا. وبقى هو الاول سيراميكا فرق 3 نقط عنك، والزمالك بعديك بفرق نقطه واحده بعد ما فاز النهارده على الجيش. ويتفضل بعد كده بيراميدز عنده 9 ماتشات، كسب النهارده الاتحاد، كله كسب النهارده ما عدا احنا، كله كسب. بقى 9 ماتشات عنده 20 نقطه، يكسب الثلاث ماتشات الفضل اللي يوصل ل 29 نقطه، يفرق عنك بست نقاط. يبقى هو 29 تحت سيراميكا 26 وانت 23. هل هو ده منظر الاهلي؟ وده اللي كنت بتمناه من هنا ليناير، يكون فقدان النقط على قد ما نقدر لغايه ما نشوف ايه اللي هيتم في الدور الثاني وايه اللي هتعمله اداره التعاقدات واداره النادي الاهلي الجديده. في النهايه نختم بخلاصه ال 90 اللي بنقولها بعد كل مباراه. الشناوي مفيش حاجه علينا، لو ما جاش ما كناش حاسين. ياسر وياسين مباراه سهله ليهم، مفيش كلام عليهم. كوكا ويا اما احنا عميان يا اما ليك قريب في البرلمان. محمد هاني عشان زيزو مش عنده كان النهارده على قده. ديانج اكتر واحد فايق ومسيطر، وعشان خاطر كوكا اتغير. مروان فعلا ما اخطاش بس مش زي كل ماتش. زيزو مش مكانه لكن جاهد، لكن ربنا مش رايد. تريزيجيه حاجه تنرفز وتحير، يعني يوم ما ينشط يتغير. طاهر مش هقول اداء عقيم، اتفرج انت واكتب التقييم. جراديشار متوتر وبيخاف وانقذ مرماهم من عده اهداف. احمد عبد القادر بره الصوره، ده واحد نسب كوره. هارد لك لجمهور النادي الاهلي.